يا حافظ القرآن يا حافظ القرآن وفقت للإحسان واطلب رضا الرحمن. يا حافظ الآيات اعمل به تزدان ما خاب ذو الإيمان. حياته بكتابك الوضاء لا يتوانى. يا منزل الوحي المبين تفضلا ندعوك فاقبل يا كريم دعانا. شكر للمنان أكرم بها الحسنات. يا حافظ القرآن وفقت للإحسان واطلب رضا الرحمن. يا حافظ الآيات يا حافظ الآيات يا حافظ الآيات يا حافظ الآيات يا حافظ الآيات. إلهي تب وارحم ضعيفا لا يبالي بسواك. فما للعبد يا رحيما إلا سواك. أنت العون والمعافي خاب من يرجو سواك. إلهي تب وارحم ضعيفا لا يبالي بسواك. وجد علينا يا لطيفا لا تكلنا إلى سواك. فما للعبد يا رحيم. رمضان مبارك، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. نشكر الاخ عقاد البراس على الدعوه، ونشكر كل القائمين على مصلى القطب بالربيح في هذه الليله المباركه على تكريم ابنائنا حفظه كتاب الله البراعم ملائكه الارض. نباركونهم ونهنوهم التتويج ان شاء الله، ربي يبارك فيه. الكريم اللي هو شهر القرآن الكريم، وبالتالي فتكريم هؤلاء الطلبة من طرف هؤلاء القيمين على المسجد وعلى جمعية المسجد فهو احتفاء بهذا الشهر الكريم وبعظمة هذا الشهر الكريم الذي أنزل فيه القرآن هدى وبينات للناس. وربي إن شاء الله يجازيهم عنا خير الجزاء، وربي يجعلها في ميزان حسناتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تعلمون قامت جمعية المسجد أو مصلى عمر بن عبد العزيز بحي القطبي بالربيح بهذه المبادرة، مبادرة تكريم أبنائنا وبناتنا حفظة لكتاب الله، كل مما تيسر لحفظه. إذن حوالي 50 تلميذ وتلميذة أو طالب وطالبة، والحمد لله تم تتويج و يعني تكلل هذا المجهود بحفظ 3 طلبة لكتاب الله. كما لا يفوتنا أن نشكر كل من حضر هذا اللقاء و يعني لبى دعوتنا على غرار السيد النائب المحترم بالمجلس الشعبي الوطني لحضوره معنا سيد حسين حبشي، والأستاذ كذلك سيد أحماني بالقاسم ربي يحفظه إن شاء الله، كذلك رئيس رابطة ولائية وكرم يعني ويكرم أهل الكتاب وأهل القرآن وحفظة القرآن. ودون أن ننسى إلى من تفضل وقدم كل إعانة تكريم أبنائنا وإعطائهم يعني أمل، وإعطائهم كذلك تشجيعا. نذكر السيد الميلود بيض القول على ما تقدم به وتفضل به من أجل يعني إدخال الفرحة والسرور على أبنائنا وبناتنا. إن شاء الله نتمنى أنه يكون عرس آخر دائما هو تكريم أبنائنا المتفوقين في كتاب الله. رحما إلا سواك. أنت العون والمعافي